لو عندكم باركيه فيه فراغات وقدم، دي طريقة مش محتاجة متخصص، مفيهاش اي صعوبة، مفيهاش مخاطرة ان الخشب يبوظ خالص، تتعمل على اماكن معينة، مش شرط ان احنا نعمل كل الخشب وننقل عفش وحاجات كده. وخامس حاجة رخيصة جدا، ممكن في حدود 200 او 300 جنيه. هنحتاج جوانتي، معجون تأسيس، صبغات GLC لونين، بني واصفر جملي عشان نحاول نقرب من اللون بتاع الخشب، قماش للتنظيف، كارت قديم، مية وبلادج عشان نلمع الخشب بعد ما نخلص، واخر حاجة سكينة معجون وقماشة نشف. ولو في خشب مخلع خالص الاحسن تشيلوه وتنضفوه وتلزقوه بغيره، عشان لازم الباركيه يكون ثابت واحنا بنشتغل عليه. بدأت اني اخلط المعجون كويس في مية عشان يبقى سميك. حطيت الصبغات، معظمها كان اللون البني وحوالي 20% بس من اللون الاصفر الجملي. بعد ما قربت من اللون بتاع الخشب بدأت ان انا املى الفراغات بالكارت ده، والخطوة دي تخض شوية بس عادي جدا ان الشكل يكون مبيض كده لما المعجون ينشف، وعادي يكون مش مظبوط قوي في المرحلة دي. استنيت عليه كذا ساعة لما نشف، خدت سكينة المعجون غطيتها كويس بقماشة عشان ما تجرحش الخشب، وعملت كحت الاول طبقة عشان تسهل عليا التنظيف، وعملتها بالمكنسة. بعد كده بمية قليلة وبليدج لمعت الخشب، وبدأت أخيرا تظهر النتيجة. طبعا يعني فرق كبير جدا،